وقال له الأستاذ مات، وطلب منه الاتصال بأخو المخرج المونتير جلال مصطفى. وجلال أول ما اتصلوا بيه راح على بيت أخوه على طول، وجاب معاه ناس من عيلته وأصحابه. ولما راح أخوه لقى نيازي جثة على الأرض. أول رد فعل منه إنه حضن أخوه باسه وقال له معقول دي موتة تموتها، وكان زعلان جدا عليه. والجيران اتلموا، وقال للجيران وقرايبه اللي جم معاه ساعدوني نشيله ونحطه على السرير. وفعلا نقلوه للسرير وشالوا من بقه الفوطة وبدأوا يفكوا الحاجات المربوط بيها، وبعدها اتصلوا بالبوليس. وطبعا ده كان أكبر غلط عمله أخوه، لأن ده مسرح جريمة ما ينفعش يحصل فيه أي تغيير. فاللي عمله ده كان سبب في إخفاء كل الآثار والبصمات اللي سابها القاتل في مسرح الجريمة. وده اللي خلى التحقيقات ما توصلش للجاني، لأن بقى فيه بصمات كتير موجودة في مسرح الجريمة. وجاء في تقرير الطبيب الشرعي إنه مات مخنوق. ولما وصلت الشرطة ولقت ناس كتير موجودة في الشقة وعرفوا إنهم نقلوا الجثة من على الأرض للسرير، طلعوا الناس بره الشقة وقفلوها علشان يدوروا على أي أدلة في الشقة. وبعد معاينة مسرح الجريمة قالوا إنه المخرج يعرف القاتل كويس،